استنى. اصبر. ترايدنت. استبر. دي شغلانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفي استوديو جديد وبداية جديدة. أيتها الجماهير العريقة، إنها بداية جديدة إن شاء الله. والحقيقة في حاجات كتير عايزين نتكلم عليها النهاردة، بس ممكن نتكلم عن 3 حاجات بس عشان ما نطولش عليكم، وفي الفيديوهات الجاية هنتكلم عن حاجات تانية كتير. وال3 حاجات دول هما إيه اللي بيتقدم هنا في القناة علشان لو أنت لسه جديد، وإيه السلاسل اللي عندنا اللي بنقدمها، والاستوديو الجديد ده عبارة عن إيه وليه. أنتوا عارفين إني بحب الرموز. وأخيرا وليس آخرا، إيه الخطة اللي هنمشي عليها الفترة الجاية، وهنقول في الاخر مين هو السبونسر او الراعي بتاع القناه والاوضه دي. فخلينا ما نضيعش وقت ونبدا على طول، يلا بينا. في البدايه كده، انا مين وايه اللي بقدمه في القناه هنا؟ انا اسمي وليد اشرف، وبقدم في القناه هنا عده سلاسل متعلقه بالكتب والروايات وشخصي. هتلاقي على القناه هنا 3 سلاسل متعلقه بالكتب والروايات. اول سلسله هي رحله 1000 كتاب، وسلسله رحله 1000 كتاب بتشمل كل الكتب والروايات اللي بنعمل عنها مراجعه او تلخيص. والسلسله الثانيه وهي الاشهر في القناه هنا، انفلونسر عمل كتاب، بنتكلم فيه عن الكتب بتاعه المشاهير والانفلونسرز وايه الغرض من عمل الكتب دي او الروايات دي. والسلسله الثالثه اللي عملنا منها حلقه واحده بس، وهي غامض ما قرأش حاجه، بنتكلم فيها عن الكتب الغامضه السياسيه اللي ما ينفعش نتكلم عنها بشكل مباشر يعني. اما بقى لو انت شخص مش مهتم بالكتب وحابب تتفرج على حاجه تانية انا بقدمها، ممكن تتفرج على سلسله قصتي مع فلان وعلان، السلسله اللي بتكلم فيها عن قصتي مع اشخاص او اماكن او احداث اثرت عليا بشكل معين، فحابب افيدك بالمغزى بتاع القصه دي. سلسله كمان اسمها ازاي تبقى، بنلخص فيها محاضرات من تيد عشان تستفيد وعلشان انا كمان استفيد. عملنا برضو منها حلقه واحده، مكملين ان شاء الله. طب لو انا حابب او احنا حابين نتكلم في موضوع معين او ترند معين، ففي طبعا سلسله عشوائي بذكاء اللي بنتكلم فيها عن مواضيع عشوائيه بس بذكاء. واخيرا السلسله السابعه خد لك بريك، بنجاوب فيها على اسئله سؤال وجواب يعني. ممكن نضيف في المستقبل ان شاء الله سلاسل تانية، بس بلاش نستعجل يعني، خلينا ماشيين واحده واحده كده عشان ربنا يكرمنا. ده بالنسبه لجزئيه ايه اللي بيتقدم هنا في القناه. عشان لو انت جديد وما تعرفنيش، اضغط لايك على الفيديو واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات الجديده. ما تنساش تقول لنا رايك في الكومنتات طبعا في اي سلسله من السلاسل اللي موجوده على القناه هنا، هكون مبسوط جدا. صلي الجمعه ونيجي نكمل. طيب، بما اننا هنتكلم في موضوع تاني مختلف عن الموضوع الاولاني، فخلينا نغير اللون ده للون الاخضر. الاستوديو الجديد عباره عن 4 حيطان، كل حيطه بلون مختلف، وال4 الوان هم الازرق والاخضر والاحمر، دول 3 الوان اساسيه. واللون المفضل بالنسبه للقناه هنا وهو الاصفر. مرونه في استخدام الاوضه بشكل اكبر استغلالا، تقدر تستغل الزوايا نفسها، تقدر تستغل كل لون في مكان معين او باستوديو معين. يعني انا بحب الفلكسبيليتي في المكان اللي بصور فيه، وممكن نغير من وقت للتاني. فانا كان من زمان في دماغي اصلا فكره الاستوديو اللي كل حيطه بلون وكل حيطه ليها الطابع الخاص بيها. المكتبه طبعا عند اللون الازرق، وده اكتر لون مفضل بالنسبه لي، فبالتالي هي المكتبه اكتر شيء في الاوضه مفضل. واللون الازرق يعتبر هو الجود سايد هنا، هو الاصفر، هما الاثنين هنا في الاوضه يعتبروا الجود سايدز، والاخضر والاحمر هما الايفل سايدز. اللون الاصفر اللي ورايا هو اللي هيحمل الاستوديو الاساسي للقناه هنا، وهو اللي احنا فيه ده. الحقيقه الفريم اللي انا بصور فيه ده عجبني جدا، وليه رايكم في الكومنتس بكل الحاجات اللي فيه بقى، يعني كل حاجه ليها معنى ومغزى. الجمله التشويقيه اللي ورايا اللي مش معمول عليها فوكس دي خالص والجمله دي بتقول mindset is everything، يعني العقليه هي كل شيء. مش هنلغي طبعا الجمله الاساسيه بتاعتنا واللي بنقولها في الاخر، لكن الجمله دي بتعبر عن شيء مهم جدا من الاشياء اللي بتقدمها القناه هنا،
وهي تغيير العقلية، وان احنا بنكلم العقلية اصلا. فعقليتك لو اتغيرت، عقليتك لو بقت فليكسبل مرنة بشكل معين، انت هتقدر تغير في نفسك وتغير في المجتمع وتغير في اللي حواليك. البروازين اللي ورايا دول برضو لطاف جدا، كانوا عندنا من زمان. مكتبي المبهم اللي ورايا ده، ايوه هو ده. طبعا في ورا هنا الروبكس كيوب، ووراها الاباجوره منوره عليهم كده. الاباجوره دي بتاعت امي، سرقتها من عندها. بعد ما خدتها طبعا لقيت صور كتير الاباجوره متعلقه في البيت وونتد وبتاع، سلمت نفسي والحمد لله جت سليمه. بهزر طبعا. حاجات كتير في الاوضه ليها رمز وليها معنى، زي الشنطه اللي ورايا دي، اللي تبدو شنطه سفر ولكنها شنطه ظهر. الشنطه اللي مرميه هناك ورا تحت دي شنطه يد، شنطه بيزنس، ليها معنى. بس كل حاجه هنعرفها مع الوقت. طبعا الجانب الاحمر خاص بالدينجر زون، الجزء بتاع التاسكس والكوميتمنت والانتروز. الجزء ده فيه ذكريات كتير مهمه بالنسبه لي. ممكن يبان عك بالنسبه لك، ايه الحاجات الكتير المحطوطه على الترابيزه اللي ملهاش لازمه وملهاش علاقه ببعض دي، بس الحاجات دي بتديني افكار للانتروز وافكار لحاجات انا بحب اعملها، يكون ليها معنى. حاجات صامته ما فيهاش كلام بس بتدي معنى، حاجات انا بحبها يعني. الجرين سكرين طبعا، واللي هيبقى ليها استخدامات شتى في كل حاجه. طبعا مفيش يوتيوبر يقدر يستغنى عن الجرين سكرين الا القليل. كفايه كلام كده عن عظمه الاستوديو، يعني اكيد هيبقى لينا كلام عنه تاني بعدين. بس خلينا نخش في الجد، وهي الخطه. الشغل اهم من الاستوديو بقى. يا فرحتي موجود استوديو ومعدات وحاجات كتير وما اشتغلناش، ما عملناش فيديوز. ناس كتير بتقع في المشكله دي وانا مش عايز ابقى واحد منهم. خلينا نخش في الخطه. الخطه بسيطه جدا، الموضوع مش معقد خالص. كل الفكره ان احنا ننزل كل يوم سبت وثلاث الساعه 4 الساعه 4. فاتاكد ان انت عامل اشتراك في القناه ومفعل الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات الجديده. واخيرا حابب اقدم كل الشكر وكل الدعم للسبونسرز بتوع الاوضه دي والمعدات دي، هم والدي ووالدتي. والدي طبعا ربنا يحفظه هو اللي عمل لي الاوضه دي، ووالدتي طبعا ساعدتني في المعدات زي ما بتساعدني دايما. فانا حابب اشكرهم جدا واقول لهم بحبكم قوي. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديده. ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت لانها متعوب عليها جدا، واكيد فاتك معلومه ولا فاتك حاجه، ولا يعني جرب اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت. وهستنى الكومنت بتاعك هناك، وهنا برضو يعني قولوا لي رايكم في الكومنتس هنا، ورايكم في الجوده بتاعه الفيديو كمان لانها اكيد اختلفت. لو حابب تدعمنا على باتريون هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن، او هتدعمنا مره واحده على باي بال هسيب لك برضو اللينك تحت في الديسكربشن. شكرا لكل الناس اللي بتعمل كومنتات وبتتفاعل مع الفيديو، وشكرا لكل الناس اللي ما تنساش دايما ان احنا هنا علشان نعمر الارض سبب من الاسباب. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.